هي مصر فيها فساد؟ أنا مصطفى الغريب ودي فيديوهات السؤال الصح. ده سؤال مهم جدا واجابته بديهيه، الا وهي مفيش مكان في الدنيا ما فيهوش فساد مهما كان حجم الدوله او تطورها. طالما في عنصر بشري فهيكون في فساد بشكل او باخر. الفساد في مصر كان زي الهوا كده، فساد كان منتشر في كل ركن. الفساد بيعتبر من اهم عوائق التنميه، وهو كمان بيوقف المراكب السايره وبيخلي المجتمع ناقم على اوضاعه. وعلشان كده الدوله كانت لازم تاخد خطوات حاسمه وواضحه وملموسه لمواجهه الخطر ده. منظومه مكافحه الفساد في مصر شهدت تطور كبير جدا خلال ال8 سنين اللي فاتوا. قبل 2014 مصر ما كانش عندها استراتيجيه موحده لمكافحه الفساد، لحد ما حصل تعديل دستور 2014 واللي تضمن مادته 218 التزام الدوله بمكافحه الفساد، لانه كان فيه ايمان واضح بان القضاء على الفساد هيساعد على زياده تدفقات الاستثمارات، وكمان نجاح منظومه الاصلاح الاقتصادي، وان تحقيق اهداف التنميه المستدامه من خلال اطلاق رؤيه مصر 2030 مش هيتحقق الا بمكافحه الفساد. وعلشان كده مصر اطلقت الاستراتيجيه الوطنيه الاولى لمكافحه الفساد 2014-2018، واللي كانت البدايه الحقيقيه للتغيير. طيب هي ايه محاور الاستراتيجيه الوطنيه الاولى لمكافحه الفساد؟ تم اطلاق الاستراتيجيه الوطنيه الاولى لمكافحه الفساد 2014-2018. الاستراتيجيه تمثلت في 3 محاور رئيسيه، وهي المحور الاول بيتعلق باصدار القوانين واللوائح اللي من شانها مكافحه الفساد. المحور الثاني هو تمكين الجهات الرقابيه والقضائيه القائمه على انفاذ الاستراتيجيه. المحور الثالث هو الاراده الحقيقيه من قبل القياده السياسيه لمكافحه الفساد. والمحور ده هو المحرك للمحورين التانيين وبيعتبر اهم محور لمكافحه الفساد. هتيجي تقولي طب ما احنا شاطرين في اننا نحط استراتيجيات وفي الاخر ما بيحصلش حاجه. الكلام ده مش حقيقي، لانه خلال ال4 سنين دول هيئه الرقابه الاداريه تمكنت من تنفيذ حوالي 99% من محاور خطه الاستراتيجيه الوطنيه الاولى، وكمان تحقيق جميع الاهداف اللي تضمنتها الاستراتيجيه. وده خلى الامم المتحده تدرج الاستراتيجيه الوطنيه كاحدى اهم الممارسات الناجحه لمصر في مكافحه الفساد. هي مصر وقفت عند المرحله الاولى في استراتيجيه مكافحه الفساد. الموضوع ما وقفش عند المرحله الاولى، ولكن تم الاعداد للمرحله الثانيه من الاستراتيجيه الوطنيه لمكافحه الفساد 2019-2022، واللي عالجت التحديات اللي واجهت الدوله في متابعه تنفيذ المرحله الاولى، واللي كان من ابرزها صعوبه قياس التقدم اللي تم احرازه في التنفيذ، ومعرفه قياس ما تم انجازه من الخطه مقارنه بمستهدفاتها، وتم وضع نسب مئويه لكل هدف واجراء في الاستراتيجيه علشان تكون قابله للقياس الكمي وبنسبه مئويه مقارنه بالمستهدف. ومن ايام قليله الدوله اطلقت الاستراتيجيه الوطنيه الثالثه لمكافحه الفساد، واللي هتستمر من 2023 لحد 2030، وده لمواصله المواجهه والقضاء على الفساد. طيب وهي الخطوات دي انعكست على مصر بايه؟ ترتيب مصر في مؤشر الفساد خلال 2018-2019 اتحسن، وده مش كلامي، ده كلام منظمه الشفافيه العالميه اللي قالت في تقريرها ان في تحسن في ترتيب مصر في مؤشر مدركات الفساد سنه 2018، وبكده مصر بقت في الترتيب ال105 من 180 دوله، مقابل الترتيب 117 في سنه 2017. مصر حصلت على 35 نقطه السنه دي في تصنيف المؤشر، واللي بناء عليه بيتم ترتيب الدول، وده مقابل 32 درجه السنه اللي فاتت، يعني في تحسن 3 درجات. وكل ما درجه الدوله قربت من الصفر فده بيدل ان الدوله دي اكثر فسادا، وكل ما قربت من 100 فده بيعكس مدى نزاهتها، يعني احنا بنتحسن ولسه هنتحسن اكتر. هيئه الرقابه الاداريه قدرت تضبط عشرات من قضايا الفساد لمسؤولين وموظفين حكوميين، واعتقد انكم فاكرين امثله كتير على ده. كل ده وغيره كتير من التقدم اللي تم في كذا جهه. وهنا السؤال الصح، هي مصر عملت ايه لمحاوله تقليل الفساد وكمان القضاء عليه؟ سلام.